تيجي منك انت حتى مني، في كل حاجة كنت دايما اخليك سابقني. قصرت بس انا معاك في عشان تيجي منك كسرتي. انا كنت اضحي عشانك 100 مرة، واخرتها خدت منك انا الصدمة. تيجي منك انت اغلى غالي، انا كنت فاكرك في يوم اخويا واغلى مني. تيجي منك انت؟ ايه اللي تيجي منك صح؟ لسه ليك عين تقاوى؟ ازاي كنت مخدوع فيك انا كل ده؟ انا صدقتها من كله لما تيجي منك انت. ده انت يا اخي كنت بتقعد معاه في بيت واحد، بدخلك في بيته ومأمنك على كل حاجه. يعني ليه يعني تحط لي في موقف زي ده واشوفك بالمنظر ده ليه؟ مستغرب ليه يا عزوز؟ لما افكر ان طول الوقت هفضل ماشي وراك، شايف انك احسن مني، انت الكل في الكل، فكر انك احسن مني وفي كل حاجه. ليه؟ بس انا دلوقتي كمان اقتنعت ان كلهم هيحبوك، بس بشرط ما تكونش احسن منهم. يا حبيبي انت مش احسن مني، انا اللي احسن مني. مالك محمود كده ليه؟ بص على نفسك، شوف الحبسه اللي انت حابسها في البيت وقعدتك، فكك مني يا عزوز. صدق بالله انا في يوم من الايام كنت شايفك حد سالك، بس طلعت تنهال. خلصت يا صاحبي. والله يا عزوز هي الدنيا كده بقى، بس والله يا عزوز انت كله تمام يعني، ومش عارف اقول لك ايه. اشكرك على التوك اللي انت كاتب لي ده. مش بنشر حاجه يا عم احنا. والله يا عزوز الناس كلها خير وبركه وتمام، بس مش كلها يا عزوز غزال. قلب اخوك يا عم. والله مش عارف برضك حتى عبد الله يا اخي اللي كنت بقول على اخويا ومعاهم في بيتي ايه اللي حصل بينكم. شفت انت لما كان الراجل مرمي جوه في المستشفى سعيد لما سبتكم قلت لكم اشوف عبد الله فين؟ ايوه لا لقيته بيتكلم في التليفون. والله لقيته بيتكلم مع مين؟ مع قادر وحاجه. قلت له هو ورا الفيلم ده كله. صدقها انت؟ شكله هيطلع زيكم. لا دايره غدره ومصلحه بقى. يعني زيكم. انت لازم ترجع كده وتقوم وتنزل يا عم. انت ايه الدنيا؟ يا عم انا حلو يا عم، بس المشكلة في حاجة دلوقتي. ايه؟ هو جلال يعمل السنة. لا ما تقلقش انزل. لو عرف هيبقى فاهم تقلقش كتير هتروح منه. لا ما تقلقش، مش هيعرف الحاجات دي باذن الله. لا هو بيعرف كله. لا ما تقلقش، انت بس اعتمد على الله وشوف دنيتك وانزل اسمع كلام الله يا عم، ان شاء الله خير. ما فيش حاجه هتحصل. خير يا صاحبي باذن الله. مش عم الصوت عشان جبت الفرح. بس مفيش حاجه اسمها صوصه طايش. وتمام اهدى بس اهدى. اللي عمل فيك كده مين انت؟ يا عم تقول له ليه يا عم؟ خد علي الدنيا. وبعدين يا حسن بقى. بعدين يا عم عباد انتوا قاعدين بالايجار كده وهربانين من البلد. ما هو انت عشان تصرفاتك غلط. تصرفاتك غلط. يعني انت يا عم عايزنا نتضرب هناك ماشي، في بيت في الراجل حاجه اسمها اخد الحق حرفه. مفيش. مش هي تجامل. دي اخد الحق بالنسبه لي يا عم عباد. طب شوف بقى النصيب السود اللي هنعمل فيها دي. على فكره انا كنت مديهم كلمه هناك، قلت لهم انا هسلمك. طب وانت هتبيعني يا اسطى؟ انا هبيعك في اي وقت عشان مش هتنين مزنوق الزنقه ده، تضلني محبوس الحبسه دي. اللي انت شايفه يا عم عباد اللي يعمله. بيعني يا عم عباد. ماشي. ادخل انت مش رحت بعتني؟ انا بعتك يا عم عباد. انا تمام تنجز الله يا عزوز. يا حبيبي اتاخرت عليك معلش. كلهم لا يابا ولا يهمك. هنروح لسعيد ولا ايه؟ تعالى ما نوصل له كده نبص عليه نشوف ايه الدنيا كده، لو عايز حاجه من هو الولد على اخوه عمل حاجه؟ علي اللي كان لا مش عارف والله. تعالى نروح نساله كده ونشوف الدنيا. انا ايه برضو في الحال اللي احنا فيه ده؟ الحل اللي احنا فيه ده ما كله بسببك. كان زماننا قاعدين معززين مكرمين في بلدنا
ما كناش اتمرمطنا التمرمطه دي. احنا طول ما احنا في المكان ده يا حسن احنا كده في امان. انا في امان يا صاحبي، ما تقلقش. تمام، بس في حاجه. بقول لك يا عزوز اياك ما يكونش علي عرف في الحوار انت ما عارف يا ابني وراح عمل مشاكل. ايوه لا طب تعالى اما نطلع تعرف نشوف المسؤول بقى. فين دلوقتي؟ عزوز لو شم خبر يا عم فكك من عزوز. يا عم فكك من عزوز، ده احنا في المكان هنا. لو شم خبر ان احنا هنا تلاقي جايب اخو سعيد وجاي، لانك انت اصلا ما كنتش ناوي انك تضرب سعيد، انت كنت ناوي انك تضرب عزوز. بس هو سعيد بقى خدها معاه. عزوز دلوقتي دمه محروق انك تعمل معاه. انت مش كنت صاحبه؟ ايوه صح، ورنن عليه عشان تبيعني ليه وانت قاعد معاه بتقول لي يا اسطى عزوز صاحبي عادي. ما بيعنيش. عزوز عادي يا اسطى، ما ما بيزعلش من بيعنيش. حد. ما بيعكش؟ اه سيبها على الله. تعالى بس نطلع نشوف. تعالى ربنا يسترها يا عم، ان شاء الله ما يكونش وصلنا. عزوز بس احنا في حاجه برضه. ايه يا عم؟ احنا عايزين نبطل عصبيه. بطل ميتين ابوه. يلا اما تشوف الواد ده. سعيد سعيد فوتي من الغيبوبه ولا لسه؟ يلا يا عم يلا ننزل، هننزل نتمشى شويه نشم هوا بدل الخنقه اللي احنا فيها. يلا يا عم. يلا بطل عاش يا بطل عاش. ارمي 200 خبان اهو. عاش يا بطل عاش. انت بنت يا روان والحمد لله على السلامه يا سيدي الناس. نفسي مش هتغطى هبل اللي انت فيه. ليه يا عم انت بنت يا روان وانت كنت سايبينك؟ هو انت باين يا ابني بدل ما باين سن باين سن يا عم. مش الحاجه الساعه اللي عزوز اللي قايل لك عليها. عم سعد ده هو سعد واحد. الله يخسرها فيك. تمام يا التمام. انا هدخل كده عشان الحاله بقت بص على الارض. ماشي انا هدخل اجيب عشان لسه جايش. بس الولد على اخوك وصل لحسن ولا لسه؟ والله هو بقاله يومين بيدور عليه. فلو مسكه ممكن يأذيه جامد ده. شوف، مع ان كل اللي بيننا، مع انه ضرب الراجل في بيتي ولسه برضه باقي عليه. ادعي بس ربنا. انا قسما بالله ما عايز علي يوصل له، عشان عايز لو وصل له هيشومه يضربه بالنار. هيزيه على غشيم مش ممكن، ده هو اكيد هيضربه بالنار. يا رب ما يزيه. حسن صاحبك فين؟ حسن هو حسن. حسن فين؟ حسن صاحبه. بس شيل ايدك كده نتكلم معاه. حسن صاحبك فين؟ حسن صاحبي؟ هو صاحب حسن اصلا. حسن صاحبك اللي ضرب اخويا. ضرب اخوك اه. تعالى يا صاحبي عايز. تعال. يا نهار ابيض، عم قادر وعلي ده زمانه قال عليا. كده رايح على فين؟ انت مش عايز حسن؟ ايوه عايز حسن. هجيب لك حسن عشان تاخد حق اخوك. وفين؟ عايز حسن؟ ايوه عايز حسن. حسن اهو. وفين؟ استخف بقى يالا. والله كان هنا بس مشي بلا ما مش عارف ممكن اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انا بقول لك هجيبه لك. انا تعال هجري ندور من عليه. الدنيا. تعال ندور عليه. يا عم اقسم بالله كان في الدكان، انا ما اعرفش شافنا راح فين. راح فين؟ ما اعرفش والله. بس قلت له راح حته كده أنا ولا هعرف كده. أجيبه. هترن على مين؟ انا هعرف اجيبه. هند علي بيرن. شوف يا عم فين؟ عايز ايه؟ يا قط اللي الدنيا عليه، الواد ده يجري من تحت عطيه الارض. احنا جايين اهو. هتوديني فين؟ هتوديني فين انتوا الاثنين وسعوا؟ انتوا موديني فين؟ سلمونيش. انت هتوديني فين؟ رن على علي. يا علي احنا جبناه عند باب الجمعيه اهو. مش انا قلت لك هجيبه؟ تعالى علي علي اهو. انت فين؟ انا قلت لك هسلمك، هتسلمني؟ فاكر الكلمه اللي قلتها لك؟ طلعت غدار يا صاحبي. بس يا علي سيبه بس. لا لا يا علي.